أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار نادي الزمالك النهاردة الجمعة 24 مايو 2024، وإليكم الأخبار. 900 ألف دولار تمنع الزمالك من تمديد عقد إبراهيم نضاي. قرر مسؤول نادي الزمالك عدم تمديد عقد السنغالي إبراهيم نضاي لاعب الفريق، واللي بينتهي في صيف 2025، واختاروا بالرحيل عن القلعة البيضاء بمجرد نهاية عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين مع الفريق قابل للتمديد لموسم آخر. واتفق مسؤول القلعة البيضاء بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على عدم تمديد عقد إبراهيم نضاي، وتم إبلاغ اللاعب أن النادي ليس لديه رغبة في هذه الخطوة، خاصة أنه من المفترض أن يحصل على حوالي 900 ألف دولار في الموسم الإضافي. وبدأ السنغالي إبراهيم نضاي في البحث عن عروض بعد اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، حيث أبلغ اللاعب وكيله بضرورة إبلاغه بالأندية التي ترغب في التعاقد معه، خاصة أن رحيله عن النادي الأبيض بات مسألة وقت. صبحي وعواد يترقبان جلسة حسين لبيب لتجديد تعاقدهما مع الزمالك. يترقب محمد عواد ومحمد صبحي حارس الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق. وينتهي تعاقد عواد وصبحي مع نادي الزمالك آخر الموسم الجاري، ومن حقهم التوقيع لأي نادي في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، لكنهما لديهما رغبة قوية في التجديد، وارتباطهما بالنادي وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة. وتبقى الخطوة الأخيرة بين حارس الزمالك والإدارة متمثلة في الاتفاق على بعض التفاصيل المادية لتوقيع العقد الجديد، ولكن ارتباطات النادي في الفترة الماضية والانشغال بكأس الكونفدرالية التي توج بها الزمالك يوم الأحد الماضي عطل خطوة التجديد. وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أكد في تصريحات سابقة أن محمد صبحي ومحمد عواد مستمران مع القلعة البيضاء، موضحا أنهما يعشقا الكيان ويرغبان في استكمال مسيرة النجاحات ب100 عقبة، ولكن تبقى بعض الخطوات الأخيرة لإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي. الزمالك يجهز أحمد فتوح لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري. يجهز الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري. يعاني أحمد فتوح من إصابة على مستوى العضلة الضمة منعته من التواجد في مباراة مودرن فيوتشر اللي أقيمت بالأمس الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري. تعادل الزمالك أمام فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة دوري نايل. جوميز يضع خطة زملكاوية لإيقاف نزيف النقاط في الدوري. يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك جلسات مستمرة مع معاونيه واللاعبين لوضع خطة محكمة لإيقاف نزيف النقاط في بطولة الدوري، خاصة بعد التعادل الأخير أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. طلب جوميز من لاعبي الزمالك بالتركيز في المباريات القادمة، خاصة أنها لا تقبل التهاون أو ضياع أي نقطة مع موقف الفريق الأبيض الصعب الذي يحتل المركز ال13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات.
وسجل لاعبو الزمالك 24 هدف واستقبلت شباكهم 16 هدف آخر. وحذر جوميز لاعبيه من تكرار أخطاء المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها يوم الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري، خاصة أن سيد البلد منافس ليس سهل وينافس على المربع الذهبي بجدول الدوري. وركز جوميز في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق صفحة التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية من أجل التركيز على المرحلة القادمة والتي لا تحتمل مزيدا من فقدان النقاط من أجل الحفاظ على فرص الفارس الأبيض من التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم. أحمد حمدي يكمل مثلث الرعب الصليبي في الزمالك. صدمة قوية تلقاها مشجعو نادي الزمالك بعد الإعلان عن إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة نهضة بركان اللي أقيمت مساء الحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف. تعرض أحمد حمدي للإصابة في الرباط الصليبي بعد أول هدف سجله مع الفريق وفي أول تألق له ببطولة هامة مثل الكونفدرالية الإفريقية، حيث انضم للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية. يعد أحمد حمدي هو اللاعب الثالث الذي يصاب بالصليبي في الزمالك خلال الموسم بعد محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي. تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي يمنح إنبي 50,000 دولار بسبب زياد كمال. ينتظر مسؤولو نادي إنبي 50,000 دولار من نظرائهم في الزمالك حال تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي الذي سيتحدى الطرف الآخر يوم السبت القادم في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي. وضع مسؤولو نادي إنبي بندا في عقد زياد كمال لاعب الفريق البترولي المعار للزمالك يقضي بحصولهم على 50,000 دولار حال تتويج الفريق الأبيض بالسوبر الإفريقي. ويأتي البند الخاص بالسوبر الإفريقي الذي وضعه مسؤول إنبي في عقد زياد كمال بعد بند 100,000 دولار الذي يحق بمقتضاه للنادي البترولي الحصول عليها بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية. وبات نادي إنبي من حقه الحصول على 5 ملايين جنيه من نادي الزمالك بعد تتويج الأخير بلقب الكونفدرالية الإفريقية، حيث أكد مصدر أن نادي إنبي وضع بندا في عقد زياد كمال يمنحه الحصول على 5 ملايين جنيه أي 100,000 دولار حال تتويج اللاعب ببطولة قارية مع الزمالك.